السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفات جداد كيف ما عودتكم. واليوم جبت لكم اقتراحات لوجبة الفطور والسحور في نفس الوقت. غادي نهنيوك من كثرة التمارة والوقوف في الكوزينة، وغادي يعجبكم بزاف، كيجيو لذاذين وصحيين. والاهم من هادشي كامل ما كياخذوش منا وقت كتير، في 10 دقائق كتكوني وجدتي وجبة الفطور والسحور في نفس الوقت. ونبداو على بركة الله. والاقتراح الاول هو فخيدات ديال الدجاج في الفرن. انا متبلاهم من قبل، سبق لي وحضرتهم معكم في تحضيرات رمضان. غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف الا كنتم مهتمين طبعا. وماشي ضروري فخيدات، كتقدروا تستعملوا هكا دجاجه كامله وتقطعوها طريفات اولا نصف، المهم كيبقى لكم الاختيار، كذلك على حسب عدد افراد الاسره. وبالنسبه للخضر اللي غنستعمل خضر قليله، غنستعمل انا بطاطا حلوه حبه وحده، بطاطا عاديه حبه، حبه وحده ديال الكورجيت اولا جوج صغارين، حبه ديال الجزر، واحد الحبه ديال البرو اولا بصله خضاريه. صافي كتاخذوا هكا واحد المول زجاجي اولا اي مول كتستعملوا هكا في الفرن. قطعت هذيك البورو اولا بصله خضاريه كما سبق لي قلت لكم. قطعت الخضر ديالي كيكونوا دوائر على هذا الشكل، يكونوا رقاقين. شفتوا معايا الجزر راني قطعته رقيق، كذلك البطاطا، لا الحلوه ولا البطاطا العاديه. المهم قطعت كل شيء. من بعد ضفت عليهم التوابل اللي هما شويه ديال البابريكا، يعني نص معلقه، معلقه مع مرش ديال السكينجبير، ثوم بودره، الملح وشويه ديال الابزار. انا كتقديو تضيفوا شويه ديال الزعتر اولا شويه ديال اليازير، انا ما غنضيفوش مع الخضر حيت ديجا متبله به الدجاج. صافي كانوا هادو هما التوابل. من بعد ضفت شويه القزبره ومعدنوس وزيت الزيتون، وكنخلطوا المكونات كامله وهاد التوابل مزيان في داك الخضر باش كتشرب لينا مزيان هذيك العطريه. صافي من بعد غناخذ هذوك الفخيدات وغادي نستفهم هكايا فوق من الخضر. هنا بالنسبه الى ما عندكمش الوقت، كاينه واحد لاسيوس اولا واحد الحيله، كتشدوا هاد الفخيدات، كتاخذوا كوكوط وكتاخذوا الكسكاس، كتفرشوا فيه بابي كويسون وكتستفوا فيه هاد الفخيدات باش دوك المريقه ديالو ما كتهبطش لينا وكيبقى بالمريقه ديالو. كتبخروه هكا نص ساعه، من بعد كتسفوا فوق من هاد الخضيره وكتدخلوه للفرن باش ما ياخذش لكم وقت بزاف. صافي انا درت لي كما شفتوا معايا بابي كويسون، من بعد بابي الومنيوم، وكندخلو الفرن اللي كيكون ساخن على درجه حراره ما بين 160 180، كياخذ ما بين ساعه ونص لجوج سوايع. كيكون واجد، يعني ما غياخذش لكم وقت بزاف التوجد، غير 5 دقائق ودخلوه للفرن. هنا الشامبينيون غادي نقطعو، غنضيف عليه شويه زيت الزيتون ومليحه، لكن نسيتو غادي نضيفو من بعد حتى هو فوق من الدجاج، غير واحد نصف الكميه، والنصف الكميه الثانيه غادي نخليها للوصفه الثانيه. وبطبيعه الحال الفطره كيبقى اختياري، لما ما توفرش عندكم ما تستعملوش، ماشي ضروري في هذه الوصفه. بالنسبه للوصفه الثانيه اولا الطويجين اللي غادي نحضر معكم، هو الطويجين بالبيض ديال السيبيا. راه سبق لي وحضرته معكم في القناه، حتى هو الا بغيتو غادي نخلي لكم اللين ديالو، غادي تلقاو اللين ديال الفيديو في صندوق الوصف. عندي هنايا بيض ديال السيبيا كما كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل ديالو. كما كتشوفوا كيتكون من جوج ديال القطع، هذيك القطعه البيضاء وهذيك القطع الاورانج اولا البرتقاليين كيكونوا لاصقين فيها هكايا من الجنب. ضروري كتحيدوهم، يعني كتعزلوا لا بارتي البيضاء على لا بارتي الاورانج حتى ما كياخذوش، عندهم ما عندهمش نفس الطياب. كنقطعوا هذاك البيض ضروري بمقص، بالموس ما غاديش تقطع لكم، كتقطعوا هكا قطع بالمقص. هادو غير كمعلومات بالنسبه على هذا البيض. وبطبيعه الحال راه متوفر جميع الاسواق ديال السمك. صافي انا غادي نستعمل مع هكا واحد البصله خضاريه اللي مشلضه رقيقه، 3 الوريقات ديال الرند اولا ورقه سيدنا موسى، هذيك الكميه اللي تبقات ليا ديال الشامبينيون اولا الفطر اللي قطعت معكم بالنسبه للوصفه الاولى. واحد شويه ديال الكروفيت، راه غير كميه قليله، يعني غير واحد 100 غرام هكاك كما كتشوفوا. صافي غادي نستعمل معاه واحد الكميه ديال القزبر ومعدنوس، تقريبا واحد 2 معالق كبار، وواحد 3 الفصوص ديال الثوم، وحبه ديال الطماطم اولا حبه مطيشه محكوكه، ما بيناش هنا في المقادير، هانتوما غتشوفوا معايا في طريقه التحضير. صافي غادي نبداو على بركه الله. كناخذوا هكا الطويجين ديالنا، كنوضعوه فوق من النار، كنديروا فيه زيت الزيتون، كنوضعوا فيه ديك البصيله خضاريه مليحه، الوريقات ديال الرند، وكتبقاو تحركوها هكا مره مره حتى كتبان لكم هذيك البصيله. من بعد كتضيفوا عليها هذيك حبه ديال الطماطم اللي محكوكه، ومن بعد كنضيفوا التوابل، نص معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال البابريكا اولا التحميره، شويه ديال الابزار، كنضيفوا كذلك هذاك القزبر ومعدنوس والثوم، وصافي وكنخلطوا هاد لاصوص ديالنا مزيان، وكنسدوا عليها غير واحد 5 دقائق هكا حتى كنحسوا بهذيك المطيشه تعلكات مع هذيك البصيله، يعني كطيب. من بعد كنضيفوا هذاك الشامبينيو حتى هو، وكنبقاو نحركوه هكا، كنسدوا عليه حتى هو واحد دقيقه هكاك، غير دقيقه حتى كيتشحر لينا مع هاد المكونات. من بعد كنضيفوا هذوك القطع ديال السيبيا اللي سبق قطعناهم كما قلت لكم بالمقص. تما غادي يبان لكم هذاك شويه ديال الغوز او الاحمر، هذاك راه غير الباربه قاس ليا واحد الحبه، طاحت ليا هكا قاس ليا السيبيا. المهم هذيك ما ديوش عليها. صافي كما شفتوا انا خلطت مزيان هاد المكونات على هاد الشكل. من بعد غادي نسد عليه هكا واحد 5 دقائق، وغادي نحل عليه كيف ما غادي تشوفوا معايا. هذيك لا بارتي لورانج كما قلت لكم ما كنديروهاش من الاول، هذيك راه ينفو كديروها عندها دقيقه وكترطق وكتعطينا واحد لاصوص فوق من هذا البيض. صافي كما شفتوا معايا انا حركته
من بعد 5 دقائق اولا 7 دقائق، المهم راه ما كياخذش بزاف. ضفت عليه هكا شويه ديال لي كروفيت من الفوق، طبعا كيبقى اختياري الا ما متوفرش غير كتستعملوا غير البيض بوحدو صافي. وضفت هذوك القطع ديال هذاك لا بارتي لورانج، كتسدوا عليها عند دقيقه حتى 2 دقائق كتطرطق. انا ضفت هنا واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس من الفوق، واحد الرشيشه صافي، وكتسدوا عليه دقيقه حتى ل2 دقائق، وكتكون هذه هي النتيجه. وشوفوا معايا كيفاش كيجي، عرفتوا راه كيجي لذيذ لذيذ بزاف ما تشبعوش منه. وهذيك الجهه البرتقاليه ملي كترتق راه كتخرج لنا واحد لاصوص اللي كتعطينا واحد اللذه وواحد التعليكه لهاد الطاجين، كتجي رائعه رائعه بمعنى الكلمه. صراحه واخا نضل نشكر في هاد الطاجين وفي هاد الوصفه ما غاديش نعطيه حقه، والاهم في هادشي كامل انه صحي وكيوجد بسرعه بطبيعه الحال، ما كياخذش منا وقت. كنتمنى بالفعل انكم تجربوا هذا الطاجين. انا غنخليكم تجربوه وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، انا متاكده غادي يعجبكم بزاف. وبالنسبه للطويجين الثاني اللي في الفرن اولا الوصفه الثانيه ديال الفخيدات ديال الدجاج ديالنا، اولا كما قلت لكم دجاجه كامله، المهم راه كيبقى لكم الاختيار. شوفوا معايا ملي كطيب كتوجد راه كتجي حتى هي رائعه. صراحه هاد الوصفات هاد الاقتراحات ديالهم كيستحقوا التجربه، وصفات اللي صحيين وساهلين وما فيهمش كثرة تمارة وكيجيو لذاذين. شوفوا معايا هنايا القوام ديال هاد الفخيدات كيفاش كيجيو طايبين زبده، وهذيك الخضيره حتى هي كتجي طايبه وناشفه، لاصوص فيها معلكه. وكيف ما شفتوا هاد الوصفه ما درناش فيها الماء نهائيا، وداك الدجاج كيجي مشرب لينا هذيك الاقامه، ومذاق ديال اليزير كيجي فيه لذيذ لذيذ بزاف. كيف ما قلت لكم راه التتبيله او الفيديو ديال هاد التتبيله ديال الدجاج غنخلي لكم في صندوق الوصف. وكانوا هادو هما وصفاتي لنهار اليوم. كنتمنى الاقتراحات ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم، وكيف العاده ما تنساونيش من لايكات طبعا الا عجبكم الفيديو، وبارطاجيو مع كاع الناس اللي كتعرفوا باش كلشي يستافد. الا كنتو كتشاهدوني لاول مره ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وصفاتي. خليتكم في امان الله، مع السلامه.